السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لمسة بلادي. عواشركم مبروكة وان شاء الله باش تمنيتو يا ربي بمناسبة العيد. غنوجدو معكم خبيزات بالقمح الكامل، ما كاينش فورس نهائيا. القمح الكامل فقط، يعني مكون واحد، طريقة سهلة بلا عجانة بلا كترة ديال الدليك، خبيزات شهوة منهم، محمرين ورطبين وينفعوكم في هذه المناسبة. ممكن انكم تحتفظوا بهم في الكونجيلاتور وتجبدوا القياس اللي بغيتو في وقت العيد اللي كتكون فيه طبعا تماره وشويه الشقه زايد. فنبداو ان شاء الله الفيديو. ما تنساوناش من بارطاج القناه والاشتراك فيها ولي لايك فضلا وليس امرا. نبداو ان شاء الله. هنا عندنا مكون واحد اللي اساسي اللي هو القمح الكامل. عندنا جوز لايف او 400 غرام، كنغربلوها، كنحيدو منها غير ديك النخاله اللي كتكون شويه غليظه وكنخليه، ما غنضيف عليه حتى حاجه، لا فورس لا فينو. كنزيد الملحه، كنخلطها معاه، ملحه بقياس، هنا تقريبا ديك نص معلقه صغيره. اللي باغي الملح يضيفها، اللي ما ياكلش الملحه فبلاش الملحه. غنضيف عليه واحد المعلقه كبيره ديال الخميره، وغنعجنو بالماء دافي. هنا بالنسبه للماء اللي خصني كاس كبير اللي هو تقريبا 2 كيسان حتى 2 كيسان ونص ديال العنبه. كنضيف وكنخلط فقط، يعني ما غندلك مع حتى حاجه، غير تنحاول ان العجينه ديالي تكون متماسكه وما يبقاش الملحه في بلاصه والبلاصه الاخرى لا، يعني نخدم على العجينه مزيان. هاد المرحله ما كتاخذش مني بزاف الوقت، ربع ساعه او 10 دقائق كافيه. غير غنجمع العجينه ديالي مزيان ونخليها تداخل في بعضياتها. واخا تبان لكم كتفرتت شويه انا ماشي مشكل، يعني عادي، حيت القمح الكامل ماشي بحال الفورس دغيا كيتجمع. لكن طبعا راه الكامل، القمح الكامل راه الفوائد ديالو ماشي هي ديال الفورس، راه هو صحي اكثر. كنبقى نخدمها بهذه الطريقه كيف كتلاحظوا حتى تتجمع. هنا كنأكد انه بدون اضافه الفورس. القوام ديال العجينه كيكون شويه طري، ما كتكونش كتلصق، ولكن راه خفيفه. غنخليها كيف ما هي، غنغطيها واحد الفيلم اليمونتير ولا واحد الميكا، ونغطيها بواحد الزويف، نخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. دابا الحال سخون، راه واحد ربع ساعه وكنرجعوا ليها، يعني كنلقاوها دوبلات. هاد الكميه فكتعطينا 4 الخبيزات. اللي بغى يضاعف الكميه على حساب عدد ديال الاسره ديالو راه غيضاعفها. نخليها كترتاح ونرجعوا ليها من بعد. من بعد واحد 15 حتى ما بين 10 حتى 15 دقيقه تضاعف الحجم ديالها كيف كتلاحظوا. كان نحيدوا لها هذيك الميكا وغنبداو نشكلو في الكويرات ديالنا بالحجم اللي بغينا. اول حاجه غنحتاجو ليها، فغنحتاجو لواحد الزليفه اللي فيها الماء، هي اللي غندهنوا ايدينا بالماء ضروري. وغناخذوا القياس ديال العجينه. هنا العجينه بالنسبه ليا فقسمتها على 4. الا بغيتو الخبيزات يكونوا صغار، الا بغيتوهم كبار قسموها على 2 على حساب كل واحد شنو كيفضل. بالنسبه للنخاله اللي غربلنا في الاول اللي شاطت لينا، هذيك غنرش بها اللاطه ديالي. وبالنسبه للدكراس فممكن انكم تستعملوا الزرارع، ولا ممكن انكم تكتفيوا بالقمح اللي خدمتوه به، يعني الطحين اللي عجنا به هو نفسه اللي غنقرصوا به الكريسات ديالنا. ضروري هنا نعاونوا شويه بالماء باش هكذا ما يتلصقش لينا العجينه في يدينا.
وحتى من بعد وغنستعملوا الطحين. يعني كنشكل غير بالماء، كندهن يديا بالماء وكنشكل الكويرات ديالي. غنبقى نخدم بنفس الطريقه حتى نكمل الكويرات اللي عندي. هنا واخا مع التصوير ما خدش ليا الوقت الخبز، يعني الا ما كنتوش كتصوروا فغتخدموا خبيزات ديالكم بسرعه، ما كيطلبش الوقت بزاف. وطبعا كريسه ديال الدار ولا عجينه ديال الدار ماشي هي خبز مشري من الزنقه. ديما حاجه الدار تكون زوينه وصحيه. هنا من بعد ما ساليت الكويرات ديالي رشيت الطاوه اللي غندخل الفران بالنخاله ديك اللي شاتت ليا، وكنبدا ناخذ الكريسات بنفس الزليفه اللي كانت عندي. كناخذ الكريسه كندخلها في هذيك الزليفه، غير تندخلها وتنخرجها، ما نخليوهاش بزاف، ندخلها ونخرجها. نعمرها سواء بالزرارع الا كتبت نقرص بالزرارع، ولا هنا اكتفيت فقط بهذاك الطحين نفسه اللي عجنت به، وكنحطها مباشره في الطاوه. نعاود واحده اخرى، كناخذ الكريسه كندخلها غير في الزلافه ديال الماء الاولى وكنخرجها مباشره. نحط عليها الطحين اللي عجنت به، وكنحطها مباشره في اللاطه اللي عندي. نحطهم فرقين لانني مازال غنقرصهم واحد شويه، ما نحطش وحده حدا وحده. من بعد ما حطيناهم في اللاطه كيف كتشوفوا، لاطه ولا الطاوه على حسب كل واحد شنو تيقول ليها. هنا محتاجيش لا ورقه الزبده لا حتى حاجه، كنرشهم شويه بنفس الدقيق اللي عندي وكنقرص. القمح ما تنقرصوش بزاف لانه ما تيضاعفش الحجم ديالو، يعني ماشي بحال الفورس كيطلع. وحنا فقط دايرين خميره عادي، يعني ما دايرين لا محسين لا حتى حاجه، فنقرصو بحساب القياس اللي بغينا، لانه غيطلع ما تيطلعش بزاف، غيطلع غير شويه. يعني الا قرصناه رقيق غيطلع غير واحد شويه الجهد ديال الخموريه فقط. بما ان الحال سخون فبسرعه تيخمر. الفران كنكونوا شاعلينه. هنا بالنسبه لي غنستعمل غير فران ديال عادي ديال البوطه. نسخنوه مزيان لان الخبز كيبغي السخونيه. نسخنوه مزيان ونشعلو من الفوق ومن التحت. انا كنشعل حتى الفوق لان العافيه اللي كاينه الفوق كتكون شويه مهيله، داكشي علاش كنخليها. الا كانت مجهده نقصوا ولا طفيو حتى تيبدا يطلع شويه وشعلوها. نخليو الخبز حتى يخمر. كيف كتلاحظوا هنا راه خمر. الفران شاعل من قبل، يعني سخون مزيان. كندخلو الطاوه ديالنا الفران وكنخليوها طيب. الخبيزات ديالنا تيشهيو الصراحه. ما كاينش ما احسن من الخبز ديال الدار ويكون بالقمح الكامل، محمرين من الفوق ومن التحت. الطياب ديالهم تيجي اكثر من رائع. ما كيجيوش قاصحين نهائيا، هنا مازال سخان، كيجيو رطبين. وفي الصراحه كنفضلوهم بزاف على الخبز ديال الفورس لانهم صحيين اكثر. ولا كانت الخميره بلديه فطبعا راه صحيين 100%. هادو هما الخبيزات ديالنا شاركناهم معاكم. يصلحوا لينا للعيد، الصراحه يصلحوا دائما، ولكن في هذا العيد ديال العيد الكبير او العيد ديال الاضحى تنحتاجوا خبيزات كيف ما كان نكونوا موجدينهم من قبل، لانها كتكون شويه ديال الشقه وتماره. فما فيها باس نوجدوهم وندخلهم كونجيلاتور. ديروا كل 4 بوحديتهم، والوقت اللي بغيناهم خرجوهم. عيدكم مبارك سعيد، كل عام وانتم بألف خير. ما تنسوناش من لايك والبارطاج والاشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.